الرحيمي أحد نجوم هذه المواجهة، مباراة صعبة حبست الأنفاس، أخذنا الأفضلية، عاد النصر، رجعنا تقدمنا، بعدها حسمت بركلات الحظ الترجيحية. ألف ألف مبروك سفيان. أول شيء الحمد لله، لا يوجد كلمات نوصف الحمد لله أن الفوز هذا لي أنا خاص. أشكر الزملاء ديالي على القتالية ديالهم، وأشكر الجمهور العيناوي اللي حضر. وقبل المباراة جانا اتصال من الشيخ أننا اليوم عيد ميلاد الشيخ محمد بن زايد، أفضل هدية له هي الفوز. الحمد لله الفوز له. نشكر كل اللاعبين لنا مباراة رجال كما قلت قبل، ورجال نقول لهم شكرا، وإن شاء الله الخير جاي إن شاء الله. شو اللي يخلي سفيان تنزل دمعته في مثل هذه المواقف سفيان؟ بزاف الحوايج. الحمد لله أنني فريق العين أعطاني ثقة، ولا الجماهير المغربية أنني نحضر في هذه المباريات الكبيرة. وشكرا كل تاق سفيان، وإن شاء الله مازال الخير إن شاء الله. ننتظر منكم المزيد في قادم الادوار، الدور النصف النهائي، الهلال او الاتحاد. انا ما ابغي اروح للمباراه الثانيه، ما ابغي اتكلم عن الاجواء، شو اللي دار بين الشوطين، خاصه ان استقبلنا الهدف قبل نهايه الشوط الاول. سفيان، شو اللي دار؟ شو اللي تعازمتوا عليه وتعاهدتوا عليه كلاعبين؟ شوف، تبى الصدق، فريق النصر فريق كبير بلاعبينه بكل شيء، فريق كبير، فهمت؟ يعني عادي احنا كلاعبين كسبنا هالشخصية، وأننا يد وحدة، أننا نقاتل لين آخر رمق. الحمد لله هذا هو أهم شيء. وإن شاء الله نفكر مباراة، وإن شاء الله لأن الحين ما عرفنا منو بنقابل في النصف. بس أنت منو تفضل؟ أي فريق، بس الكل فرق يعني نحترمهم، لا الاتحاد لا الهلال، فرق كبرى. بس اللي وصلنا له اليوم يعني والله الكلمات ما تطلع. ألف مبروك يا سفيان. بس أهم شيء أننا امس اشوف لي زانترفيو مال اللاعبين انها بتكون ريمونتادا. الحمد لله اتفقنا انها ما تكون ريمونتادا. الزعيم اذا حضر ما في ريمونتادا. حمسكم هذا التعليق من رونالدو؟ حمسنا. نسال خالد عيسى.